اهلا بيكم تاني معانا في مطبخ ميمو. النهارده معانا منو هو بيتعمل في كل بيت عادي خالص. وهو فرخه مسلوقه وبعد كده هنحمرها ومعاها شويه رز. بس قبل ما نبدا في المنو، رجاء وليس امرا، دعمكم واشتراككم في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، ونذكر الله ونصلي على النبي. يلا بينا. طيب حبايبي، زي ما قلنا احنا هنعمل فرخه مسلوقه وبعد كده هنحمرها. فرخه مسلوقه معناها شوربه. طيب انا جبت حله هنا على البوتاجاز، وزي ما انتم شايفين كده الميه بتغلي، بنزل فيها بالبهارات بتاعتي اللي انا بعمل بيها الشوربه، ما بغيرهاش ابدا. بصلايه اهي، معاها شويه بقدونس وشويه كرات اهو، شويه كرفس. هو عندنا الكرفس بيبقى كده في منه عيدان برضو. جزرايه صغيره خالص، انا ما بحبش اكتر في الجزر علشان ما يحليش الشوربه تبقى حلوه، طعمها حلو مسكر يعني. وقطايه، وانا بنزل بالقطايه بعصرها كده في الميه اهو اهو. طيب، وثلاث مكعبات مرقه دجاج. ليه؟ عشان انا بسلق فراخ. ورق لورا او لوري زي ما بنقول عندنا في مصر. والخليط ده بقى عباره عن ايه؟ عباره عن فلفل، اللي هو الفلفل الحبايه الكامله، وشويه اللي هو الجنزبيل، بس مش جنزبيل صابح، جنزبيل اللي هو البودره. ها. وبرده معانا شويه حبهان، يعني جنزبيل وفلفل وحبهان. وبقوم نازل كده. هتقولي طب بتنزل بجنزبيل في قلب الشوربه؟ انا بعمل سواء بعمل شوربه لحمه او شوربه فراخ لازم انزل بجنزبيل. وبقوم نقلب ده كله كده في بعضه اهو. الجنزبيل حبايبي من الاعشاب اللي هي الصحيه جدا والمفيده للجسم. طيب، عندنا فرخه، انتوا ممكن تشوفوها كبيره، ممكن اللي يشوفوا ده ديك رومي. هو مش ديك رومي ولا حاجه، هو فرخه. هي كبيره شويه، بس بجيبها هنا من الارياف، من النمسا، من عند الفلاحين موثوق فيهم، ويعني جودتها عاليه جدا. بقوم نازل بيها برضو اهي في قلب الشوربه، وبقوم مغطي عليها، وبنسيبها حوالي من ساعه لساعه ونص، وبنرجع نبص عليها. طيب حبايبي، واثناء ما الفرخه بتاعتنا بتستوي على البوتاجاز هنعمل شويه الرز بتوعنا. وهو هنقوم نازلين بمعلقه زبده بعد ما الزبده بتاعتنا ساحت كده. طيب، ديت توابل فراخ بجيبها من عند اخواتنا السوريين هنا، واكيد برضه هنلاقي عند العطارين عندنا في مصر موجوده توابل الفراخ. ما عندناش توابل الفراخ، بنقوم نازلين يا بملح عادي، يا مكعب مرقه دجاج. تمام كده اهو. وديت طبعا الشوربه بتاعتنا من الفراخ، بنقوم نازلين بيها كده مع التوابل اهو. وبننزل بايه كمان؟ بننزل يعني بحاجه بسيطه قوي من جوز الطيب، شويه صغيرين قوي هم. ونقلب الكلام ده كله ببعضه اهو. الرز بتاعنا طبعا بنبقى غاسلينه ومجهزينه نازلين بيه برضه اهو. ونديله تقليبه كده اهو. وبنغطيه، واول ما الرز يشرب المرقه هنرجع لكم تاني. طيب حبايبي، زي ما انتم شايفين كده، اول ما الرز شرب المرقه بنقوم عاملين ايه بقى؟ ده لون. بنقوم جايين حاطينه على الرز من فوق كده اهو. وحته قماشه نضيفه عندنا بنقوم جايين مغطين بيها الرز كده، وحاطين الغطا عليه اهو. وبنسيبه حوالي 10 دقايق على نار هاديه خالص. طيب، ودي الفرخه بتاعتنا اهي. بعد ما سلقناها هنعمل ايه بقى؟ ها هنعمل الصوص بتاعها قبل ما ندخلها الفرن، وهو عباره عن معلقه عسل اهو،
ومعاه شويه صويا صوص. واحنا قلنا قبل كده حبايبي لو ما عندناش صويا صوص وغاليه ممكن نستعمل شويه دبس والرمان، مفيش اي مشكله خالص اهو. لكن انا عندي عشان متوفره فما بطلعهاش من المطبخ عندي خالص. وبنزل بشويه فلفل اسمر مع شويه ملح مع شويه روتا بابريكا اللي هي البابريكا الحمراء اهي. وبقلب الكلام ده كله ببعضه. طيب كده الصوص بتاعنا بقى جاهز معانا اهو. بنعمل ايه بقى؟ بنجيب صاج زي ده كده، هندخله الفرن وبنحط جواه ورقه زبده، واقوم جاي ناقل الفرخه فيه كده ودهن الفرخه كله بالصوص بتاعنا. طيب بعد ما دهنا الفرخه كده زي ما انتم شايفين من كل الاتجاهات، ها، بنحطها في الفرن على درجه حراره 150 ونحمرها كويس قوي. طيب حبايبي، وده المنيو بتاعنا بعد ما خلص. بصراحه يعني الرز لوحده مش محتاج لحمه ولا فراخ، يتاكل كده حاف. تمام. وشايفين بقى طبعا اللمعان اللي في الفرخه دوت، ده من العسل. احنا بنحط معلقه عسل واحده بس، مش عايزين اللحمه او الفراخ تبقى مسكره. ليه؟ عشان اللمعه اللي احنا شايفينها في الفراخ ديت اهي. تمام. وده كان المنيو بتاعنا النهارده، اتمنى انه يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوناش بتعليقاتكم الجميله، وشير ولايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم مننا كل جديد. واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله مع مطبخ ميمي. السلام عليكم.